يعني ايه ما يقدرش يكمل جولتين بعد ما كسب محمد علي ووقعه على الحلبة؟ يلا بينا نرجع بالزمن ل 1973 وتحديدا في 22 يناير في كينيا. الحلبة كانت مولعة. جو فريزر بطل العالم السابق المعروف بلكماته السريعة وضغطه الهايل اللي أبهر الجمهور لما كسب محمد علي وجورج كوفالو وأوسكار بونافينا وغيرهم كتير من الأبطال، وسلسلة انتصارات قوية جدا. ولكن تعالوا بقى في الزاوية التانية، عملاق القوة جورج فورمان، شاب في البرايم بتاعه بجد، قوته البدنية رهيبة، عنده لكمة ممكن تطير رقبة أي حد. نظرته لجو على الحلبة في الوقت ده ما بتقولش غير كلمتين: أنا هاكلك. الجمهور كان متحمس جدا في الليلة دي، الأدرينالين في الجو، الكل عارف إن الماتش مش ماتش عادي. محمد علي نفسه كان بيتابع الماتش علشان عنده خطة هقول لكم عليها بعدين. الجرس بيضرب